ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. الحمد لله الزمالك كده بيخلص الصفقات بتاعته. يعني لغايه دلوقتي معظم الصفقات اللي عاملها الى حد ما مقبوله بالنسبه لامكانياتنا وبفلوسنا الحلال يعني. فبرضه مش هنحكم عليهم خالص لغايه لما ان شاء الله يلعبوا ويندمجوا. ما تنسيش ان كده الفرقه كلها هتبقى بقى ايه، احنا مثلا غالبا داخلين في 10 صفقات جديده يعني. فال10 دول عشان يندمجوا مع اللعيبه القديمه يعني، فهياخدوا وقت شويه، بس ان شاء الله اللي جاي خير. وفي دلوقتي الزمالك دلوقتي بيحاول يتخلص من سيف الجزيري ومن دونجا. بصوا يا جماعه، الزمالك لو فعلا خلص حامد حمدان دونجا بالسلامه كده، سيف الجزيري دلوقتي بنحاول نخلص منه عشان يجيب فعلا ايه بداله مهاجم يعني سوبر، يعني ده اللي هيبقى احسن منه يعني. الحاجه التانيه الزمالك برضو احنا شفنا النهارده قدم اللي هو ادم كايد، وخلص مع المهاجم اللي هو الايفواي، بس معاه باسبور، عشان في ناس بتقول لك عليه ان هو فرنسي. هو مش فرنسي، هو ايفواي بس معاه الجنسيه الفرنسيه يعني. آه، ارقامه كويسه يعني، ده يعتبر بالنسبه للصفقات مقارنه بالصفقات اللي جت كلها، كارقامه يعتبر احسن حاجه. بس برضه ده مش معدل يعني، او مش حاجه جارانتي ان هو اول ما يجي هينجح معاك، بس ان شاء الله كله ينجح وان شاء الله كله يأدي. انا متفائل خير يا جماعه، ان احنا بقالنا من سنين من سنين ما كانش فيه النظام ده، ما كانش فيه التكتم ده على اللعيبه، ما كانش فيه اللي هو كل حاجه بتنظمها كده، كل ده احنا يا جماعه كنا بنيجي نعمل صفقه وتلاقي الناس كلها عارفاها قبل ما تتم وتفشى، والناس يتبعت، واللعيب اتبعت له جوابات مع نادي الزمالك ان هو نادي وحش وما بيدفعش الفلوس اللي لعيبته، وعلى طول في فيفا واللعيبه كانت بتهرب منك. وكمان دلوقتي الزمالك عمل حاجه حلوه جدا، بيجيب اللعيبه. يا جماعه مش موضوع رخيصه ولا حاجه، بس فعلا بيجيب اللعيبه اللي هي مثلا خلاص عوضها بتنتهي، مش بيدفع فلوس كتير فيها. مفيش سمسارة. اللعيب مثلا ممكن كان بياخد 10,000 جنيه في نادي القديم، يجي هنا ياخد 50,000 جنيه عندنا، فقصدي 50 مليون جنيه. فاهم، كان في هبل بيحصل. دلوقتي اللعيب لو ياخد جنيه بره، بيجي عندنا مثلا بياخد جنيه، جنيه ونص. لكن ياخد جنيه بره ويجي عندنا ياخد 10,000 جنيه، الهبل ده خلاص، كل بقى شغل الهبل والسمسارة ده كل ده اتمنع. عشان كده بقول لكم جون ايدو دلوقتي بيتحارب جامد، فهنقف معاه. ومش حاجات حتى ايه، مش محدش هيهاجمه. لو لا قدر الله مثلا النتائج ما كانتش حلوه قوي في النص الاولاني، لا احنا الراجل هنديله فوق كل فرصته يخلص ويعمل. وبص يا جماعه، الراجل بيتحارب من بره ومن جوه، الراجل بينظف. اديك شفت برضه لما مفتوح اللعيب السيء ده ان شاء الله اللي هيمشي قريب، عمل ايه على طول، على طول غرامه والحاجات دي ما كناش بنشوفها. كنا نقعد نشوف بقى اللي هو بقى ايام الهبل، بقى ايام الموسيقات بتاعنا. انا هعمل ايه في امك ومش عارف ايه، وانت كذا كذا كذا، وبعدين بيمين الموضوع بيخلص واحنا سامحناه وحبيبنا. مفيش حاجه اسمها حبيبنا. حد اللي غلط يتعاقب، اللي كويس ياخد جزاته كده. لكن بقى انا اشتم النهارده واسامح بكره والهبل ده، هو ده اللي كان مضيع الزمالك يعني. المهم ان شاء الله راجل بيأدي كويس، احنا معاه وكل حاجه. الحاجه الاخيره بس، انا برضه مش عايز اطول في الفيديو اكتر من كده يعني. الناس بس عماله تقول لي انت ليه دايما بتتكلم عن النادي الاهلي. انا هقول لك حاجه بسيطه، لما يا حبيب قلبي لما اعلامك يبطل يتكلم عليا وتبطلوا تحفلوا عليا، انا برضه هبطل اتكلم عليك وهبطل احفل عليك. بس الموضوع بسيط بقى. انا حر اتكلم زي ما انا عاوز، وطالما انا بقول معلومه صح، فانت ما تجيش تقعد ايه تلومني عليها. والحمد لله لما بقول حاجه بتطلع صح في الاخر. انت بقى اعلامك بقى بيفضل بقى يخبي عليك ويحاول عليك، دي حاجه تانية. لكن انا لما بقول حاجه على الزمالك او على الاهلي، الاثنين بيبقوا صح الحمد لله. ولو انا مثلا قلت حاجه مثلا سواء هنا او هنا غلط، بتبقى غير مقصوده وهطلع اعتذر، بس الحمد لله ما حصلتش يعني. ف... فانا مش ذنبي ان انا بقول معلومه مش عاجباك، فاخبط دماغك في الحيطه، وانا هفضل اتكلم عليك يعني، مش عليك انت، قصدي على ايه، على النادي الاهلي وعلى فضائح النادي الاهلي. ومش هسكت لغايه لما الزمالك ان شاء الله باذن الله ياخد حقه من النادي الاهلي. بس دي كده كانت حاجه كده ايه، قلت حبيت اقولها في السريع كده واوضح المعلومه دي. لما بقى اعلامك اللهبل ده الفاسد يبطل الكلام علينا، انا ايه، طب انا هبطل اتكلم عليك ان شاء الله، وده مش هيحصل. فبالتالي أنا مش ايه، عمري ما هبطل اتكلم عليك، هفضل اتكلم عليك وهتكلم عليك وهفضحك كمان باذن الله يعني ان شاء الله. ماشي، مع اشوفكم على خير ان شاء الله، وان شاء الله الزمالك قادم، وان شاء الله باذن الله اللي خير كله جاي للزمالك السنه دي ان شاء الله باذن الله. يلا اشوفكم على خير، سلام.